تعال أسألك سؤال بسيط. كم مرة بدأت حاجة بحماس عالي قوي وبعد شوية ركنت أو استسلمت؟ دايت مثلا أو كورس معين أو مشروع أو قراءة كتاب. عارف ان انت مش لوحدك، لان في ظاهرة اسمها الاستسلام المبكر، وده اللي بيشرحه الكاتب في كتاب أنت لست ذكيا إلى هذا الحد. يا ترى ايه هو الاستسلام؟ الاستسلام هنا اللي نقصده مش ضعف ولا كسل، هو آلية ذكية جدا بس مضللة، بيستخدمها مخك عشان يوفر طاقة ويتفادى الإحباط. المشكلة إن المخ ساعات بيحكم بدري ويقفل اللعبة قبل ما تبدأ أصلاً. الباحثين بيقولوا إننا كبشر بنميل نربط ما بين النتائج السريعة والجدوى. يعني لو ما شفتش نتيجة بعد أول كام خطوة، مخك بيبدأ يهمسلك على فكرة مفيش فايدة، سيبك بقى من اللي انت بتعمله ده. وده اللي بيخلي ناس كتيرة تنسحب من جيم مثلا، أو تبطل تتعلم مهارة معينة، أو تستسلم حتى في شغلها من قبل ما يتعلموا حتى 20% من اللي المفروض يتعلموه. في دراسة شهيرة اتعملت على طلبة من جامعة ستانفورد، خلوهم يحلوا مسألة صعبة أو يحاولوا يحلوا مسألة معينة صعبة، وبعد شوية راحوا المجموعة من الناس منهم وقالوا لكل واحد فيهم على فكرة انت اكيد مش من النوع اللي بينجح في الحاجات دي. كانت النتيجة ايه؟ اللي اتقال لهم الكلام المحبط ده استسلموا 4 مرات اسرع من غيرهم. ليه؟ لان المخ هنا بيحب يتفادى الألم، والوهلة الاستسلام بيكون مريح، عشان كده المخ بيتأثر سريعا بالكلام المحبط أو الكلام المحفز حواليه. بس المشكلة هنا هو إنك في الحقيقة مش هتلاقي نفسك أنت تعبت، المشكلة إنك صدقت إن التعب اللي أنت تصورته معناه نهاية وتوقف. الأمثلة حوالينا كتير، زي مثلا موظف معين بيقدم على شغلانة معينة 3 مرات، أو بيقدم على 3 أنواع مختلفة من الشغلانات، أو بيقدم على نفس الشغلانة في 3 أماكن وما يتقبلش، فافتكر ان السوق قافل، مع انه كل اللي كان محتاجه ان هو يحاول مرة و2 و3، ان شاء الله 10 أو 20، بحيث ان تتفتح قدامه فرص كتيرة جدا، بس هو ظن ان هنا النهاية. مثال تاني، بنت مثلا دخلت تعمل بيزنس اونلاين وبعد اول شهر كان مكسبه قليل فقررت انها تقفل. واحد بدأ يتعلم برمجة وبعد اسبوعين قال الموضوع صعب قوي وساب كل حاجة. احنا احيانا بنبقى محتاجين ان حد يفضل يجري ورانا يقول لنا كمل محاولة كمل محاولة كمل محاولة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. المشكلة مش في كل دول، المشكلة في القصة اللي مخك بيحكيها لنفسه، وده اللي لازم نعرفه، ان الاستسلام مش دايما واقعي، اوقات كتيرة بيكون انحياز نفسي خفي مبني على تعب لحظي مش حقيقي. الخلاصة هنا ان المخ بيحب يريحك، بس انت محتاج تبقى اذكى منه. خد بالك، اول ما تسمع صوت بيقولك سيبك مش هتقدر ما تحاولش، اسأله هل الحاجة دي حقيقية فعلا؟ الكلام اللي انت بتقوله ده حقيقي فعلا، ولا دي دماغي بتدور على طريق مختصر وخلاص؟ حاول تاني وتالت ورابع، ولا تستسلم بسهولة، لأن كتير قوي من اللي بيستسلموا فعلا كانوا على وشك ان هم ينجحوا أو ان هم يبقوا في نقاط تحول عظيمة في حياتهم، ولكنهم استسلموا سريعا. خليك أذكى من الحاجات اللي مخك بيتأثر بيها.